عارف شويه الرز اللي في اخر الحله ملسوعين دول، عارف وش الكابتشينو، عارف الحاجات اللي بتحددها قبل الامتحان بيوم كده عشان تركز عليهم عشان دول الحاجات الوحيده اللي انت حفظتها. هي الحلقه دي كده الملخصات. بلاش خاصيه الدفع الرباعي، بلاش خاصيه الدفع الرباعي. محدش هياخد المرحله الجايه غير وهو عايز كده. بلاش نزق حد على حاجه هو مش عايزها دلوقتي. حبيبي تعرف شهيره صاحبتي من ايام المعهد اتخطبت بجد، انا حاسه ان هي مبسوطه قوي، حاسه انه احساس حلو، عارف انك تبقى مع حد كده محتويك ومكلبش فيك. طب عارف رامي وشهيره كانوا متخانقين برضو وفاجئونا كلنا وكتبوا كتابهم فجاه من غير اي مقدمات. عارف برضو كان عندي واحد جاري اسمه حسام كان بيحب واحده من 6 سنين وفركشه وهي راحت اتخطبت. بعدين لما اتخطبت سابته وحصلت مش عارفه حصلت مشاكل كده عشان العفش مش عارفه حاجات كده. بعدين رجعت لحسام تاني واتخطبت تاني، اتخطبت مرتين. انت متخيل احساس حلو ازاي؟ ما نحجرش على تصرفات بعض. فتحي يا حبيبي، ايه لازمتها العربيه الجديده اللي انت عايز تجيبها؟ مالها الفولفو 73 بتاعتك يا حبيبي؟ مالها الفولفو؟ بتودينا وبتجيبنا. انت تعرف ان بفلوس العربيه الجديده دي انت تقدر تشتري حاجه في المعادي بقسط يا حبيبي هيريحك 73 سنه قدام. هتدفع فيهم 73 سنه بس مش هتحس بيهم. الاهالي مش طول الوقت شبه بعض، بس احنا ممكن نحاول يعني نوفق بينهم كده شويه عشان احنا نبقى مرتاحين في حياتنا. مش لازم مامتي ومامتك يبقوا شبه بعض وهما الاثنين ممبرز في بلاتينم كلوب. تفاصيله الصغيرة، صوتياته ومرئياته. ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ ايه الصوت ده؟ جايبه ابن اختي؟ ايه الصوت ده؟ اشرح لي ده اسمه ايه في الاصوات؟ شبشب. مش قادرة التلوث السمعي، مش قادرة على التلوث السمعي. شوقي انت تعرف ان دي اول مرة اتمنى فقد حاسة السمع؟ لا سوري مش قادرة. تفاصيل صغيرة قوي ممكن تحسسك انك فنيتي عمرك وضيعتي ايامك مع شخص. لا مش هو ده. ليه كلهم بيبلوا الحمام وهو بيستحموا؟ ده بيبل السقف ليه؟ البرنامج ده لو عصرته هيطلع منه 3 حاجات. الفينو، الوها تعيش دي توقعها في اي وقت واي مكان. الفينو قيمة وقامة، لازم يجي كل يوم جديد حتى لو في الفريزر، حتى لو فاضل من امبارح. ما بنطبخش في المصيف، معروفة، عرف يعني ما فيهوش تنازل. الحله المتصاعده اللي انت بتحلم بيها في المصيف دي اللي تحت رز باميه ثالث واحده خضار مختلف كده، دي مش موجوده. زيها بالظبط زي يوم الجمعه، حتى لو احنا مش في مصيف مفيش طبيخ برضو يوم الجمعه، حضرتك بتجيب دليفري. العزومات المفاجاه اللي انت بنيها على اساس ان انا ست لهلوبه جدا وهتقول لي الاقتراح فجاه اون سبوت وهنفذ لك السفره في دقائق، ده غلط تماما. انت بتبعت لي من قبلها، بترتب معايا، بتبعت لي ميل او وات ايفر، هرد عليك بكونفirmation، بنشوف الايتمز انا وانت مع بعض وبالهنا والشفا ان شاء الله. يا حسام ايوه ثانيه واحده. ممكن اقدم حضرتك. ومعانا فقط المعلومه المش مهمه، حسام الحسيني مخرج البرنامج وخبير الخروج من المواقف الحساسه. انا اهلا. المهمه الفقره احنا هنغير فورمات الحلقه وهنخليها في الفقره المهمه لان حسام اقوى واحد في اللوكيشن ده اولا. ثانيا لان هو المخرج وانا غيرت له مكاني عشان هو مختلف طبعا عن كل الناس. خلاص يا حسام احنا عشان لو عملت كده وانا بتصورني هتفركشني فاهم. حسام هسألك اكتر اسئله مستفزه لاي راجل وتقول لي هنخلع منها ازاي. اوكي جدا. ايه رايك في الراكور ده؟ لا انا اصل اول مره اقرب منه قوي كده، انا مش من بعيد بيبقى حلو بس أيوه. لا فعلا في موضوع. ابشع 3 اسئله. مين دي؟ قول لي اجابه الخروج من كل مين دي. بنت خالة واحد صاحبي، اخت انتيمي، مرات خال عمي، يعني اي حاجه مش مشكله. المهم حاطط البرفيوم دي ليه؟ دي بقى بتفقعني قوي الكلمه دي. يعني ايه حاطط؟ يعني مثلا هو المفروض انزل معفن، يعني المفروض انزل مثلا اخش مكان ليه دي بالذات؟ ماليش ريحه. ليه دي بالذات؟ ريحه عشان انا الاتراكتيف دي. اتراكتيف دي عشان ما انا جايبها ليه؟ بص يا حسام انا هعمل كده وانت عشان نبقى برنامج روش انت اعمل كده وانت تختفي. اختفي ماشي. المج معايا كده وانا اختفي صح كده. يعني المج عشان انت مشيت اختفيت تليفوني. انت السحر ما كانش السحر سحرك لوحدك ما كفاش للتليفون.